انا فاكره اليوم ده كويس. ده يوم من ايام رمضان السنه اللي فاتت. كنت انا ويوسف بنفطر لوحدنا علشان بابانا كان بيفطر بره وكده. فطبعا مش علشان احنا هنفطر لوحدنا فنفطر اي حاجه. فكان عندي بواقي، مش بواقي لدرجه ان هو بواقي حبه صغننه، لا. كان كميه محترمه بصراحه، من كفته نيه. فقلت اعمل جنبها بقى ايه شويه مكرونه كده سباكيتي، وانا ويوسف بنعشق المكرونه الاسباجيتي. حطيت كده البصل على النار علشان اشوحها تشويحه حلوه، وتاخد اللون المكرمل ده، علشان اعمل الصلصه. فضلت بقى كده اقلب اقلب اقلب. ووقتها كان عندي كيس الصلصه الكبير ده اللي انتوا عارفين ده، اللي انا دايما كنت بجيبه. وقتها كان ب10، دلوقتي بقى بكام انا مش عارفه. فحطيته وعملت كده، حطيت اسمه ايه شويه ميه كمان، لان هو اصلا ما كانش مليان للاخر تقريبا، يعني تقريبا. فبحب كده ان انا ازود ميه. فبصراحه اليوم ده كان حلو قوي 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 قوي. قلت له ولا يوسف، بص هفطرك النهارده فطار تحفه. حطيت شويه من السكر، وكانت الميه بتاعت المكرونه غليت، حطيت لها كده شويه من الزيت. وفاكره انا الفترة دي كنت محضرة نفسي قبلها، قبل رمضان ما يهل عليا. كنت كل ما اروح فتح الله لازم اجيب كام كيس. فاكرين دي الفترة دي بتاعت أزمة السكر؟ كنت اجيب كام كيس سكر وكام ازازة زيت. كان ما شاء الله رمضان ده كان عندي كمية زيت وسكر يعني كتيرة. فالحمد لله، اتمنى رمضان الجاي يبقى عندي نفس الكمية، علشان طبعا عارفين رمضان بيستهلك زيت كتير. قشرت بقى طبعا بطاطس، وقلت بقى ايه ليها كده، مع ان انا حسيت هنا في الوقت ده، انا فاكره حسيت ان لسه بدري. فقلت يا بنتي مش مشكله، كملي كملي واعملي. فعملت كده الكفته كده زي برجرات كده صغننه، وقلت اشويها. بدأت كده ان انا احط. فبصراحة وحشتني قوي قوي ايام رمضان. طبعا واخدين بالكم ان احنا مش بنصور طبعا علشان هلكانين في تقييمات ومهام وبصوا قسما بالله ما فاضية، وكمان احنا عيانين يعني كلنا، انا ويوسف وبابانا، كلنا تعبانين واخدين الدور اللي ماشي ده. انا عاوزة اقول لكم انا بنهار، اقسم بالله بنهار، واكيد باين من صوتي، انا بنهار حرفيا. فالحمد لله. بدأت بقى كده ان انا اقلب الكفتة، وحشتني اقسم بالله طريقة الكفتة دي عايزة بعملها قريب. ف بدأت كده ان انا اقلب في الكفتات. وهنا حسيت ان لسه بدري، فطفيت عليها وقلت قبل ما الاذان كده يأذن ب5 دقايق ولا حاجة، اقوم مولعة عليها النار تاخد بقية التشويحة، وشكرا على كده. وقد حصل. هنا بقى كنت حاطة بقى المكرونة البطاطس اللي اتقلت، كان طعمها رهيب. ويوسف كان جايب لي الجرجير اللي انا بعشقه. والكفتة هيدا كده كان شكلها. وحطينا تقريبا ده كان مرندة حاجة زي كده. فبصراحة كان أحلى يوم. بس كده يا مرندة، كده كان يوم من أيام رمضان زمان.